رجالة المريخ عشان هم أقوياء وبيتحملوا المسؤولية قالوا لهم لأ، ما احنا مش هنفضل عايشين على الكوكب عندكم، تعالوا معانا الكوكب بتاعنا. فالستات في الزهرة طبعا بسبب ان هم كائنات عاطفية قالت له لا، انا عايزة اعيش جنب امي. فهم الاتنين قرروا يروحوا حتة وسط، قرروا يسافروا الارض وما كدبوش خبر، وتاني يوم كانوا وصلوا للارض وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. بس للأسف مش ده اللي حصل حاجة ما كانتش متوقعة. جو الارض أثر عليهم، وفي يوم صحيوا عندهم فقدان ذاكرة، نسيوا ان هم اصلا من كواكب مختلفة وان المفروض يكونوا مختلفين، وكل حاجة اتعلموها عن اختلافاتهم اتمحت من ذاكرتهم. ومن اليوم ده بقوا دايما على خلاف، وانتهت روعة البدايات ومفضلش غير الأسئلة اللي كلنا بنسألها: ليه ده حصل؟ ازاي وصلنا لكده؟ بس لأ، الحكاية ما انتهتش لحد هنا، الحكاية لسه هتبتدي. هنتعلم تاني وهنعرف اختلافاتنا، ومع كل اختلاف هتعرفوه هتحسوا ان السور اللي بينكم وبين شريك حياتكم ابتدى يتهد.